اهلا بحضراتكم متابعين جريدة الدستور في كل مكان. مع حضراتكم سارة الورداني مراسلة الجريدة في محافظة الشرقية. النهاردة احنا معانا الحاج محمد شعبان وجايين نحسم جدل عن خبر او تصريح طلع منه من ايام قليلة خالص عن بنته الفنانة المطربة الشعبية بوسي. الحاج محمد من ايام قليلة ظهر بتصريحات على السوشيال ميديا وعلى بعض المواقع الاخبارية بيطلب فيها من بنته انها يعني تبص لحاله شوية وتصرف عليه. مش تصرف عليه بالمعنى الكامل، ولكن يعني هو طالب علاج، حاجات بسيطة، يعني حق كل أب على بنته. طبعا اتفاجئ ان هي لما شافت التصريحات والحاجات اللي هي بتاعت السوشيال ميديا، على حسب كلامه، على حسب ما هو قال، انها اتصلت بيه وقالت له بنفس اللفظ كده: يا محمد يا شعبان، من غير بابا ولا والدي ولا اي حاجة، انسى ان ليك بنت اسمها بوسي. الحاج محمد مطلوب ليه عمليات جراحية ومطلوب منه علاج يومي طبعا، غير المصاريف والأعيشة والحاجات اللي هي المطالب اليومية بتاعت أي حد. حاول إن هو يبعت للفنانة بوسي أكتر من مرة، وعلى حسب كلامه هو زي ما حكالنا وزي ما هيقول لحضراتكم دلوقتي برضو، ان هو بعت جواب للفنان هاني شاكر وبعت لها هي شخصيا كذا حد قابلوها، وعلى حسب كلامه ان هي يعني قالت له كل يوم تقول له بكره بكره وما بعتتش. طيب، فاحنا النهارده معانا الحاج محمد اهو، نسمع منه. ازيك يا حاج محمد؟ اهلا وسهلا. زي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. احنا هنسيبك بقى تحكي لمتابعين جريدة الدستور يعني القصة بتاعتك او المشكلة بتاعتك من اولها، وتفضل مع حضرتك الميكروفون. سيادتك زي ما قلت سيادتك، انا محمد شعبان ابو الفنانه بوسي. كنت في وضع كويس من مده مثلا 20 30 40 سنه، الحمد لله. كنت كويس جدا، بكسب كويس. انا بشتغل في ديكورات المحلات وبعمل الالمونيا، اول واحد عمل الالمونيا في زقازيق، وعلمت معظم صناعيات الالمونيا اللي موجودين في الزقازيق، كلهم فتحوا ورش واتعلموا مني يعني. طبعا ديكورات المحلات، عملت ديكورات المحلات في الشرقيه وبره الشرقيه وفي كل حته، اسكندريه ومصر وفي كل حته. كسبت كتير وربيت عيالي كويس. وفوجئت ان بنتي بتغني في الافراح، وعرفت ان امها ماتت طبعا، وفي حوالينها ناس بيستفيدوا، وانا في الحاله دي كنت في حالتي كويسه، مش محتاج منها حاجه. فلما كبرت شويه وراحت مصر وحاجات زي كده، عيني ابتدت تيجي عليها ميه، وابتديت رزقي يقل ومحتاج العنايه، فهي كانت في الاول بدايه حياتها كانت بتبعت لي فلوس مساعده كل شهر. وفجاه اتقطعت المساعده دي. من 4 سنين اتقطعت المساعده دي، من 4 سنين لا بشوفها، وقطعت خط التليفون بالنسبه لي اللي بتصل بيها ولا هي بتتصل بيا. وطبعا العلاقه طبعا الاسريه دي مفيش علاقه اسريه، ما بتسمعش كلامي انا، او طالما ما بتتصلش عليا ما بتعرفش عني حاجه. في نفس الوقت بتسمع كلام الناس اللي جنب منها، اللي هم اهل امها، لانهم هم المستفيدين بيها، مش انا المستفيد، هم المستفيدين. فلازم يكرهوها فيا. ابوكي كان بيعمل وانا لا كنت بعمل ولا بسوي. في نفس الوقت 4 سنين ما بشوفش بنتي، ما بشوفهاش، ما بتبعتليش فلوس، ما اعرفش عنها حاجه، اي مشاكل عندها انا ما اعرفهاش. فيصعب على الواحد برضه ان بنته تبقى موجوده وفي حاله كويسه وما تبعتلوش فلوس. ده ربنا بيقول وبالوالدين احسانا، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. فين بقى اللي بتخفض بيها جناح الذل من الرحمه؟ ايه يعني؟ انا تعبان على طول، عينيا
وعندي حساسيه وعندي بروستاتا وعندي عرق طالع لي، اي عمليه من دول تتعمل لي يعني فيها موت عشان عندي حساسيه. فانا عايز الرعايه، عايز الرعايه من بنتي. انا ايامي قليله في الدنيا، اعمل ايه اكتر من كده؟ انا ما زعلتهاش ابدا في حاجه، ما فيش مره زعلتها، لان احنا مش عايشين اصلا، مش عايشين مع بعضينا. ازعلها ازاي وهي بعيده عني وما بتاخدش رايي ولا بتعرف عني ولا اعرف عنها حاجه؟ طب ازعلها ازاي؟ تزعل مني ازاي؟ طبعا اللي حواليها بيقولوا لها، انا ما عملتش معاها حاجه طول يعني عشت معاها وهي عيله، لكن لما كبرت انا ما اعرفش عنها حاجه، ما اديتهاش راي من الاراء ابدا. فهي زعلانه مني ليه مش عارف، شايله مني ليه مش عارف. فانا اقول لسيادتك ايه؟ يعني يا حاج محمد، النهارده لو الفنانه بوسي بتسمع حضرتك، انت حابب تقول لها ايه؟ اقول لها ربنا يخليك يا بنتي ويطول في عمرك ويسترها معاكي ويخلي لك ابنك. اللي هتعمليه فيا ابنك هيعمله فيك. اللي هتعمليه فيا انت ما بتعمليش حاجه فيا، انت بس زي ما تقول ايه، مغلوب على امرك. انت في مشاكل بتحليها، ربنا ايه يوفقك وتحليها وربنا يرزقك. اقول لك انا ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. انا بحبك يا بنتي، وبعدين انا بفرح لما الناس تيجي تقول لي لا بوسي في التلفزيون اهي، بوسي مش عارف بتقول ايه، اجري على التلفزيون واشوفك. بنتي يعني انا ليك في الشارع، انت بنتي، يعني ما اقدرش اقول اكتر من كده. تمام. واحنا برضو النهارده معانا الاستاذ بدوي حسن، صديق الحاج محمد، بدوي حسونه صديق الحاج محمد. يعني هو برضو معاه وحاضر معاه كل الظروف. حابب برضو يعني يقول النهارده كلمه لمتابعين جريدة الدستور. هو الحاج محمد شعبان جارنا من فترة ونعرف عنه كل خير، نعرف عنه ان هو راجل طيب وبحب الخير للناس، وبقى يشتكي للناس عشان الفنانة بوسي تعمل له عملية في عينه وتراعيه في السن اللي هو فيه دوت. واحنا مش طالبين اي حاجة من الفنانة بوسي الا تراعي والدها في السن دوت والظروف المرضية. ويعني هو ربنا يديله طولة العمر، يعني المفروض يعني وبالوالدين احسانا، يعني كل اللي بنطلبه من الفنانة بوسي ان هي تنظر لابوها نظرة عطف. يعني ده الواحد يعني بيعطف على الغريب، مش يعني الغريب الواحد بيعطف عليه وبيحن عليه، ما بالك ده ابوها يعني. بس حاج محمد، الفنانه بوسي عندها اخوات؟ عندها اخ واحد شقاقها اللي هو من امها. لها اخوات تانية 4 بنات تانيين متجوزين ومخلفين ولهم ولاد في الكليه وبيصرفوا عليهم. يعني ايه، مش فاضيين لي ولادهم اللي في الكليه اللي عاوزين طبعا مصاريف ودروس واكل وشرب ولبس وحاجات زي كده. هيبصوا لي ولا هيبصوا لعيالهم؟ طيب حضرتك يعني لما الفنانه بوسي جت يتقدم لها اللي هو فطين ده، حضرتك كان موقفك ايه؟ نعم. لما الفنانه بوسي جت تقدم لها فطين، كان حضرتك يعني موقفك ايه منه؟ انا رفضت. ليه؟ لان هو كان في الايام دي متجوز فاطمه الرقاصه، فانا ما كنتش قابل على نفسي على بنتي انها تتجوز معاها واحده تانية، فما اعرفش هو كلفتها ازاي واتجوزها عن طريق خالها الله يرحمه اللي هو كان عايش معاها، كان بيطلع معاها في الايه في الحفلات اللي هي كانت بتعملها. طيب وايه اللي حصل بعد كده؟ المشاكل اللي حصلت بينها وبينه بعد كده؟ عاشوا مع بعضيهم وخلفت ياسين. بس دايما كانت في مشاكل دايما من بعض، لان هو
بيقولوا عليه بتاع نسوان ومش عارف ايه لا لا لا، انا بقول الصح، انا بقول الكلام المظبوط. كان بيقولوا عليه ان هو يعني اللي بيمشي في السكه الغلط. وهي نبهتني، جت في يوم من الايام، يوم من الايام قالت لي يا بابا انا مش طايقاه، عاوز انفصل عنه باي طريقه. في يوم من الايام قالت لي الكلمتين دول لما رحت ازورها. وقعت السرقه لما حضرتك انا دي ما اعرفهاش، يعني بسمع زي ما الناس بتسمع القضيه اللي اتعملت له دي، ما نعرفش اتعملت ازاي، او هو طبيعته كده. لا حضرتك قلت ان هو سرق الدفتر الشيكات بتاعتها. ده كلام، احنا بنسمع كلام، يعني كلام حقيقه انا ما اعرفوش، احنا بنسمع كلام من ده ومن ده ومن ده ومن ده، لكن كلام حقيقي انا ما اعرفوش. ما اعرفش هو عمل دفتر الشيكات المليون جنيه دول، 30 مليون جنيه اللي اشتكوا بيها الاول دولت ازاي، ما اعرفهاش، لان انا ما كنتش بطلع على حاجه وما كنتش اعرف حاجه. وخلصت القضيه دي ازاي انا برضو ما اعرفش، لان انا بعيد، ما فيش حد بيشاركني في حاجه، ما فيش حد بياخد رايي، ما اعرفش حاجه. انا اب من بعيد، ما فيش حد لا بياخد رايه ولا يعرف عنه عن عيله حاجه، فانا كنت ما اعرفش حاجه. يعني هي لو كانت سألت حضرتك في الأول بخصوص إنها مثلا يعني عايزة تشتغل مطربة أو تشتغل في سكة الفن دي، حضرتك كنت هترفض ولا كنت هتوافق؟ انا كنت بعيد، كانت امها هي وامها في سكه وانا في سكه تانية، ما كنتش اعرف حكايه انها تبقى مطربه. انا فوجئت انها بقت بتغني في النوادي الاول، وابتدت تكسب رزقها بايدها. فطبعا ايه، سنه اتشهرت، مش على مستوى الزقازيق بس، على مستوى جوار الزقازيق. يعني مثلا بقت تروح اسكندريه وطنطا ومش عارف ايه وايه اتطلبت، الناس كلها عرفتها وطلبتها. فطبعا انا فرحت ببنتي انها بقت كده. لما راحت مصر طبعا الصوره بتاعتها بقت اكبر، وخاصه لما غنت الاغنيه بتاعت يا دنيا دي، طبعا الدنيا كلها عرفتها. طبعا بقيت مبسوط ان بنتي بقت مطربه كويسه، وانا هسعد بقى لما اكون بنتي كويسه. لكن مثلا لو حد قال لحضرتك يعني في الأول إنك انفصلت عن والدتها وإنك أصلا ما كنتش بتسأل عليها، الكلام ده صح ولا غلط؟ لا غلط، انا ما قصرتش معهم في اي حاجه، بس هو النصيب كده. بس 100,000 واحد بيتجوزوا وبيطلقوا، كل واحد بياخد سكه. فدي طبعا ربنا بيجعل الاسباب، فبس بقى كان دي بنتي ما اقدرش استغنى عنها، ده بنتي مهما كان. بعيدا بقى عن المشاكل وعن زعل حضرتك بقى، احنا عايزين نتاكد من حضرتك سؤال كده. المشاكل بتاعتها انا ما اعرفش عنها حاجه. لا بعيدا عن الموضوع كله اللي فيه زعل، هو في فعلا علاقه قرابه بين الفنانه بوسي والفنان عبد الحليم حافظ؟ نعم، في علاقه قرابه بين الفنانه بوسي ابو امها، في قرابه، بس طبعا قرابه من بعيد، يعني مثلا ابن خال ابوها، حاجه زي كده، ابن عمتها، حاجه يعني انا برضو ما اعرفهاش، بس هي في قرابه اكيده، لان هم كانوا ايام ما كنت انا متجوز امها كانوا بيروحوا كانوا بيروحوا العليا كل شهر. عليا دي اخت الفنان عبد الحليم حافظ، كانوا بيروحوا له كل شهر، طبعا بالحاجات اللي هي بتبقى بتاعت اللي هي الفلاح، اللي هي ايه اللي احنا مشهورين بيها دي، العيش المرحرح والفراخ والبط والحاجات دي كلها، طبعا مش ببلاش، الحاجات دي كان بياخدوا ثمنها طبعا، بس طبعا منهم اهل بقى ايه يودوا بعضيهم بس، لكن القرابه الاكيده طبعا احنا ما نعرفهاش. تمام. احنا النهارده جينا بناء على طلب الحاج محمد، وعلشان خاطر هو طلب يتكلم في الموضوع ده، وهو طبعا احنا اي حد بيطلبنا نتكلم في مشكله احنا بنروح له ما بنتاخرش، وطبعا الفنانه بوسي او اي حد من ناحيتها ليه حق الرد على الكلام ده، ويعني
احنا سمعنا النهارده برضو من طرف واحد، هي لو حابه ترد طبعا ليها حق الرد ده مكفول. شكرا يا حاج محمد، شكرا يا حاج بدوي، وان شاء الله يعني المشكلات تتحل على خير. شكرا لحضراتكم متابعين جريده الدستور في كل مكان. كانت معاكم ساره الورداني مراسله الجريده من محافظه الشرقيه.